كان نفسي اول لاب اشتريته كان حد يقول لي النصايح دي. فلو انت او انتي طالب جامعي وبتدوروا على لاب للدراسه فاكيد هتتوجه للاستيراد. معاكم احمد رجب واهلا بيكم في زوبعتي. مبدئيا لما كنت طالب في الجامعه كنت بنزل اشتري لابات لاصحابي، فانا اتلسعت من اخطائي لما جيت اشتري اول لاب استيراد واتعلمت من الغلطات دي وجبت احسن لابات لاصحابي. فمبدئيا كده انت عندك 3 انواع من اللابات المشهوره اللي بتستخدم في البرامج الهندسيه زي مثلا الاوتوكاد او برامج جي اي اس لو انت في اداب جغرافيا زي حالتي، وحط طبعا معاهم الفوتوشوب وبقيه برامج المونتاج. اول سلسله مشهوره وهي لابات اتش بي زد بوك، وتاني سلسله هي ديل بريزيشن، والتالته هي لينوفو سينك باد. وكلمه سلسله يعني بينزل تحتها اكتر من 100 لاب، يعني مثلا اتش بي زد بوك 17 جي 2 وهتلاقي في منه اصدار احدث جي 3 وهتلاقي منه جي 4، فهو بينزل اكتر من موديل في السلسله. فاتش بي بشكل عام اكتر حاجه مشهوره فيها وهي الشاشات، بتقدم افضل جوده للشاشه وكمان بتقدم افضل جوده من حيث الساشيه المعدن. انما ديل المشهوره ان مواصفاتها متوازنه، يعني مثلا لا هي احسن شاشه ولا اسوأ شاشه، هي دايما كل حاجه متوازنه فيها. اما لينوفو بتكسب دايما رقم واحد في الكيبورد لانه مريح جدا واكتر ناس بتستخدم الجهاز ده هم المبرمجين، لكن عندهم عيب انهم ما كانوش مهتمين قوي بالشاشات بتاعتهم زمان، فالوانها ما كانتش احسن حاجه، وكذلك تبريد اللابتوب ما كانش احسن حاجه. لكن ملايين الناس بتعشق سلسله لينوفو سينك باد، بس هي مش منتشره في مصر. اللي منتشره عندنا لابات الاتش بي والديل. واشتريت لاب واحد بس لينوفو لواحد صاحبي كان اسمه لينوفو سينك باد بي 50، وكانت مواصفاته كويسه جدا بالنسبه للسعر، وكنت جايبه من حوالي سنتين. بس النهارده انا جاي اكلمكم عن اشهر لابين في سوق الاستيراد. انا معايا دلوقتي واول لاب اشتريته لنفسي هو اتش بي زد بوك 17 جي 2. فئه الزد بوك من شركه اتش بي معناها جهاز ورك ستيشن. ورك ستيشن يعني جهاز معمول للشغل التقيل مش للالعاب نهائيا، زي انك تشتغل عليه برامج هندسيه او تصميم 3 دي واوتوكاد ومونتاج. ورقم 17 معناها ان الجهاز ده 17 بوصه، لان في منه موديل تاني بيكون مكتوب عليه رقم 15 يعني 15 بوصه. اما كلمه جي 2 ده رقم الاصدار، وكل ما تعلى في رقم الاصدار هتاخد امكانيات احدث واحسن زي جي 3 وجي 4. اما الجهاز التاني اللي هنتكلم عنه هو الديل بريزيشن 7710، وكلمه بريزيشن في الديل معناها برضو جهاز ورك ستيشن. واجهزه الورك ستيشن دي بيركب فيها حوالي 4 رامات، وممكن يركب فيها 2 هارد او 3 هاردات حسب موديل الجهاز اللي انت جايبه. والمفروض ان اجهزه الورك ستيشن بتشتغل 24 ساعه يعني تستحمل الشغل التقيل. انما رقم 77 ده اعلى فئه في موديلات ديل، لانك مثلا هتلاقي موديل اقل زي مثلا موديل 7510 ده اقل في المواصفات، وهتلاقي 3510 ده اقل بكتير من اللابين اللي انا قلتهم. وفي سؤال مهم، يعني ايه لاب استيراد؟ ببساطه شديده اللابات دي كانت بتستخدم في شركات وبنوك في دول اوروبا او امريكا، ولما الضمان بتاع اللاب ده بينتهي الشركات بتغيره، فاللابات دي بتتجمع في مزاد وبعدين بتتباع والمستورد بيجيبها مصر، فالاجهزه دي بتكون اصلا اتهلكت شغل. طب نبدا اول حاجه بالمواصفات بتاعه اللابين. البروسيسور بتاع جهاز الاتش بي بيكون اي 7 4810 ام كيو. البروسيسور ده بيكون 4 كور، والجهاز ده اي 7 الجيل الرابع يعني قديم جدا، فهو اتصنع في سنه 2014. طب انت هتقول لي اعرف منين سنه تصنيع الجهاز ده؟ انت ممكن تكتب في جوجل موديل اللاب وتكتب جنبه كلمه ريليز ديت يعني سنه الاصدار، وهيظهر لك بقى تاريخ التصنيع. والجهاز ده جايب كارتين شاشه، كارت داخلي وهو محطوط على المعالج نفسه وبيتقال عليه انتجريتد جي بي يو. بس كارت الشاشه ده ملوش اي 30 لازمه، ده مجرد انه يفتح لك الويندوز او يشغل لك فيديو، لكنه مش مناسب انك تعمل عليه اي شغل على اي برنامج غير يعني وورد واكسل. فما تنبهرش ان التاجر يقول لك فيه كارتين شاشه، لان ده طبيعي. اما الكارت التاني وهو الكارت الخارجي وده بيتقال عليه ديكيتد جي بي يو، ده بيكون كارت منفصل لوحده جوه الجهاز اللي بيشغل لك بقى الالعاب والبرامج واي حاجه تقيله. والكارت اللي موجود هنا في الجهاز 4 جيجا. حتى هنا لو فتحت التاسك مانجر ودوست على كلمه بيرفورمانس هلاقي عندي هنا جي بي يو 0، وده الكارت الداخلي اللي موجود على المعالج نفسه واللي ملوش اي لازمه، واسمه انتل اتش دي جرافيكس 4600. والكارت الثاني اللي هو الجي بي يو 1 واللي اسمه نيفيديا كوادرو كي 3100 ام. فئه كوادرو من نيفيديا دي مخصصه للبرامج الهندسيه، وزي ما قلنا ان هو مش مخصص للالعاب، وهو مكتوب اهو ان الكارت ده 4 جيجا، وده اللي انا بنصحك بيه، ما تجيبش اي كارت شاشه اقل من 4 جيجا. تعالوا نشوف سريعا ايه الكروت اللي موجوده في لابات الاستيراد. مبدئيا عندنا اول سلسله وهي كي، ودي كانت بدايتها من 2012، واللي انا ما انصحكش بيها نهائيا لان اللاب اللي معايا ده بيهنج كتير وتقيل جدا في المونتاج. والسلسله اللي بعد كده هي سلسله ام، ودي اللي يعني هتمشي لك الدنيا احسن شويه، واللي نزلت في 2015. عندنا السلسله اللي بعد كده وهي سلسله بي، واللي كانت بدايتها في 2017، وفي منها كروت قويه جدا نزلت في 2019 زي البي 2200. وعندنا السلسله اللي بعد كده هي سلسله تي،
واللي بدايتها من 2019، ولكن بعد كروت البي بتغلبها في الاداء زي البي 2200. وبعد كده اخر واحدث سلسله في كروت الشاشه الاستيراد هي سلسله A، واللي اتغيرت اسمها من كوادرو بقت RTX، ولازم تختار جنبها كلمه موبايل عشان دي يعني الكروت المخصصه لللابات. وهتلاقي ان سلسله A كانت بدايتها من 2021، واللي لو لقيتها في لاب استيراد بتوصل ل 30000 جنيه، وده سعر عبيط جدا. نخش بقى في كروت اللابات الجديده وهي جيل ال 3000، ولازم برضو تختار اللي جنبها كلمه موبايل. والكروت دي بدات في 2021، وكارت زي ال 3060 ده يغلب اي كارت استيراد انا قلته من شويه. والجيل اللي نزل بعد منه هو جيل ال 4000، وكان قفزه كبيره جدا في الاداء. واحدث جيل في وقت تصوير الفيديو هو جيل ال 5000، واللي نزل في سنه 2025. وبكده فهمتوا انواع كروت الاستيراد وكروت الشاشه الجديده. ولو جينا نشوف معالج وكارت الشاشه لجهاز الديل بريسيشن، البروسيسور هنا اي 7 جيل سادس، وفي برضه كارتين شاشه، واحد داخلي واللي اسمه انتل اتش دي جرافيكس 530، اما الكارت الخارجي اسمه ام 4000 ام، وده بيكون 4 جيجا برضه. وجهاز الديل هنا نزل سنه 2016. بس في حاجه مهمه جدا، كارت الشاشه هنا 4 جيجا وفي الديل 4 جيجا، مين الاقوى فيهم واقوى قد ايه في الاداء؟ لو انا كتبت في جوجل ام 4000 ام فيز وكتبت كي 3100 ام، وعندنا اشهر موقع للمقارنه هو تكنيكال سيتي. هو الموقع مش دقيق قوي في المقارنه ولكن هيساعدك جدا. هلاقي كارت الشاشه ام 4000 ام بيتفوق 163% اداء عن كارت الشاشه اللي موجود في الاتش بي، وده رقم كبير جدا، يعني هاخد ضعفين الاداء. فده معناه مش اي كارت شاشه 4 جيجا اختاره خلاص. ندخل بعد كده بقى على الرامات. الرامات في جهاز الاتش بي بيكون دي دي ار 3 ال، والدي دي ار 3 خلاص وقته انتهى، والرامات دي سعرها مش بيغلى رغم ازمه الرامات اللي احنا فيها دلوقتي، لان الازمه دي في الرامات الحديثه بس. اما بقى الرامات في جهاز الديل بيكون دي دي ار 4، وهو ده الجهاز اللي احنا عايزينه. عشان المعالج جيل سادس فمعظم الرامات في الفتره دي بقت دي دي ار 4، انما المعالج اللي تحت الجيل السادس بيكون رامات دي دي ار 3. فعشان كده بنصحك اقل جهاز تجيبه المعالج يكون فيه جيل سادس. وعندك 5 سرعات للرامات في الدي دي ار 4. عندك سرعه 2133 هرتز و2400 و2666 و2933 و3200. طبعا هو الاحسن تجيب اعلى سرعه واللي هو 3200، لان دي بتبقى في اللابات الحديثه. ولكن حاجه مهمه، سرعه الرامات تختارها حسب حاجتين، موديل المذر بورد في اللاب ونوع المعالج. فانت ممكن تخلي مثلا شات جي بي تي يساعدك، تكتب له اسم موديل اللاب وبعدين تكتب له نوع المعالج في اللاب، وقول له ابحث لي في المواقع الاجنبيه اعلى سرعه بيدعمها المعالج ده. والجهاز اللي معايا عشان كان لسه في البدايات ان الدي دي ار 4 كان وقتها لسه نازل، فهو اقصى سرعه بيدعمها في الرامات 2133 هرتز. طب هتسالني سؤال، اللاب قدامي اهو، عايز اعرف سرعه الرامات فيه كام من غير اي برامج. كل اللي عليك هتدوس كليك اليمين تحت وتختار تاسك مانجر، وبعدها هتخش على بيرفورمانس، ودي اللي بنعرف منها معظم مكونات الجهاز. هتختار بعد كده ميموري. انا عندي في اللاب هنا كاتب لي ان النوع دي دي ار 3، وكمان كاتب لي ان الرامات اللي موجوده عندك 16 جيجا، وكاتب لي تحت حاجه مهمه جدا، ان انا مركب في الجهاز بتاعي رامتين، وانا عندي في الجهاز موجود 4 اماكن للرامات، 2 موجودين في ظهر غطا اللابتوب، والاتنين التانيين بيكونوا موجودين تحت الكيبورد. وعشان تفك الكيبورد اصلا عشان تحط الرامات دي فيها حوار، ولازم توديه لفني مختص احسن عشان ما تخسرش حاجه، لان انا ياما جربت فك وتركيب في الجهاز ده لحد ما بوظت فيه حاجات كتير. ما تقلقش، محدش بيتعلم ببلاش. طب هتقول لي يا احمد فين برضو سرعه الرامه؟ هي ممكن تظهر لك، يعني انا مثلا كانت ظاهره لي على لاب الديل وكان مكتوب اهو 2133 هرتز. طب لو هي مش ظاهره لك هتكتب في البحث سي ام دي، وبعد كده هتحط الامر ده، وزي ما احنا شايفين كتب لي السبيد 1600 مرتين، ده علشان انا حاطط رامتين بنفس السرعه، فهو ار دي 1600 ودي 1600، ودي سرعه رامات الدي دي ار 3 بتكون اقل بكتير. بس انا كده كده ما بنصحكش بالجهاز ده، انا مجرد بس بديلك امثله عشان تبقى عارف ايه اللي موجود في السوق. فوانت رايح تشتري لاب لو لقيت ان المعالج بيدعم سرعه 3200 هرتز والتاجر حاطط لك رامات بسرعه اقل، قول له لا غير لي الرامه للسرعه اللي المعالج بيدعمها واللي هي اقصى سرعه. فدي نقطه مهمه ناس كتير بتغفل عنها. ففي الغالب بدايه من الجيل العاشر من المعالجات بيدعم سرعه 3200 هرتز، واللي هي اقصى واعلى سرعه في الدي دي ار 4 في اللابات. وجهاز الاتش بي ده اقصى مساحه يقدر يتحملها في الرامات 8 جيجا في القطعه الواحده، يعني يركب عليه رامات لحد 32 جيجا. انما جهاز الديل اقصى مساحه للقطعه الواحده 16 جيجا رام، يعني يركب عليه 64 جيجا رامات، ودي مساحه كافيه جدا لاي شغل انت تعمله. طب هتسالني اعرف منين موضوع اقصى مساحه للرامات لللاب؟ انت برضو في الحته دي هتخلي شات جي بي تي يساعدك، هتكتب له الموديل بتاع اللاب بتاعك، وممكن تكتب له اسم المعالج وقول له عايز اعرف اللاب ده بيدعم اقصى مساحه للرامات كام جيجا، وهو هيجاوب عليك بكل بساطه. ننتقل بقى للهاردات. بما ان الاجهزه دي 17 بوصه وكبيره، سواء كان الديل بريسيشن او الاتش بي زد بوك، الاثنين بنفس المقاس، فهتلاقي ان هما بيدعموا هاردات كتير. لو فتحت جهاز الاتش بي بشد الزرار ده وبيفتح لي ظهر الجهاز، هلاقي ان انا عندي هنا مكانين لتركيب الهارد. انا لما اشتريت الجهاز كان متركب فيه هارد واحد واللي هو الاتش دي دي، وده هارد بطيء جدا ما ينفعش تعتمد عليه في تثبيت الويندوز، فعشان كده اشتريت هارد تاني جديد وهو اس اس دي. بلاش نقول على اس اس دي هارد عشان في ناس كتير بتزعل. فالاحجام بتاعتهم 2.5 بوصه، وده اللي ينفع يركب في اللابات. انما
اما حجم الهاردات ال 3.5 بوصه ده ما ينفعش غير للبي سي لان حجمها بتبقى كبيره جدا ومحتاج باور اعلى. وملحوظه مهمه، ينفع تركب هاردات مقاس ال 2.5 بوصه في البي سي عادي، البي سي ما بيقولش لا، تقدر تركب فيه اي حاجه في اي وقت. فانا بقى هعتمد على الاس اس دي ده ان انا اعمل عليه الويندوز، عشان اول ما ادوس على الزرار الويندوز يفتح بسرعه جدا ويخلي الجهاز سلس ما يهنكش معاك. وزي ما قلنا في رامتين بس في الظهر. ودلوقتي بقى عندي هنا حاجه اسمها راكه. طب ايه هي بقى القطعه اللي انا خرجتها من الهارد دي اسمها راكه، واللي هي مهمتها ان هي تثبت الهارد في الجهاز عشان ما يتخلعش بالغلط. وانا عشان ما عنديش راكه تانية في الجهاز فالجيش قال لك اتصرف، جبت لزق دبل فيس شفاف، وده لزق بيكون قوي جدا، وقمت لازق حته صغيره في ظهر الهارد وشلت العزل البلاستيك اللي عليها، وبعد كده ركبت الاس اس دي ولزق وعمره ما يتخلع بسهوله. معلش يا شباب الدنيا حر قوي. ومهم جدا انك تعرف الهيلثي بتاعت الهارد ده، هو موضوع كده زي الهيلثي بتاع بطاريه الايفون، كل ما بتنزل كل ما الاداء بيقل. فانت هتفتح برنامج هارد ديسك سنتينل، والبرنامج ده بيعرف لك الهارد ده صحته كام. هلاقي ان هارد الاتش دي الهيلثي بتاعته 100%، وان هو اشتغل 298 يوم متواصل. اما الاس اس دي اللي كنت شاريه جديد مش مستعمل الهيلثي بتاعته نزلت وبقت 90%، ومكتوب ان هو اشتغل 96 يوم متواصل. وهتلاقي في حاجه مهمه مكتوبه تحت اسمها لايف تايم رايتس، ومكتوب جنبها رقم 14 تيرا. دي ببساطه شديده بيقول لك الهارد كتب عليه بيانات قد ايه طول عمره. يعني انت مثلا كل ما تنزل ويندوز جديد او تحط ملفات وتمسحها فالرقم ده بيزيد. فاي شركه لما تيجي تصنع هاردات بيبقى في حاجه اسمها تي بي دبليو، وهو معناها الهارد ده يتحمل بيانات لحد قد ايه. فمثلا لو اس اس دي مكتوب عليه 150 تي بي دبليو يعني هو يتحمل لحد 150 تيرا، وبعدها العمر الافتراضي بتاع الهارد بينتهي وتلحق تاخد الداتا من عليه لان هو ممكن يبوظ. بالنسبه بقى لعدد الهاردات في لاب الدل، لو سحبت الزرار ده عند علامه فتح القفل وهلاقي اول حاجه عندي هارد بمقاس 2.5 بوصه، وده كان نوعه اس اس دي من كينجستون، ولكن ده كان هارد استيراد قديم جاي مع الجهاز. وعندنا تاني حاجه وهي البطاريه، ولكن ملحوظه مهمه جدا، قبل ما تركب او تشيل هارد او رامات لازم تخلع البطاريه، ولو كانت البطاريه سلك لازم تشيله عشان ده ممكن يحرق القطع. وهبتدي بعد كده اشيل بقيه مسامير الظهر واخلع بقيه الغطا، وهنلاقي عندي هنا مكانين لهارد ان في ام اي. الناس اللي بتتقمص ان انا بقول على الان في ام اي هارد معلش يستحملوا معايا، النوع ده من الهاردات بيكون سريع جدا، ولكن المنفذين دول في اللاب ده جيل تالت، وانا جبت ام في ام اي جيل رابع يعني احدث. فبعد ما ركبته وهاجي اقيس السرعه بتاعته على برنامج كريستال ديسك مارك، لقيت ان هو قاري سرعه معايا 3000 ميجا قرايه، اما سرعه الكتابه 2600 ميجا. لكن الان في ام اي اللي معايا بيوصل سرعته 5000 ميجا قرايه و4500 ميجا كتابه. طبعا اللاب ما راش سرعته الكامله عشان المنفذ اللي فيه جيل تالت يعني اقدم. وجيت اختبرت سرعه الاس اس دي ولقيت انها قاريه 500 ميجا قرايه وبتوصل برده ل 500 ميجا كتابه، وكانت الهيلث بتاعته 99%. وحاجه مهمه لازم تاخد بالك منها، في اللابتوبات القديمه بيكون فيها مكان M.2 اس اس دي ساتا، ودي بيكون فيها فتحتين مش زي الام في ام اي اللي فيها فتحه واحده. طب هتفرق في حاجه؟ السرعه بتاعه الهارد اللي فيه فتحتين بتكون 500 ميجا زي الاس اس دي اللي 2.5 بوصه، يعني هو ملوش علاقه خالص بسرعات الام في ام اي. فكده احنا عندنا 3 انواع من الهاردات، وانا موضحها لكم في الصوره عشان ابسطها عليكم. واسرع ام في ام اي موجود دلوقتي وهو بيكون الجيل الخامس. ولو رجعنا لظهر اللاب المفروض ان هو بيجي معاه قطعتين هيت سينك، دول بيمتصوا الحراره من الهارد، لكن للاسف لما اشتريت الجهاز ده ما لقيتش الهيت سينك موجودين فيه. عشان كده قبل ما تشتري اي لاب استيراد لازم تعرف كل المكونات بتاعته وبيجي معاه ايه عشان ما يتنصفش عليه. وفي معلومه مهمه لازم تعرفوها عن الهاردات الاستيراد، ان هي بيتلعب في الهيلث بتاعتها، يعني ممكن الهارد الهيلث بتاعته تبقى 30% والتاجر يرفعها ل 100% عن طريق برامج سوفت وير وادوات الصيانه اللي عنده. واكتر حاجه بيتلعب فيها هي هاردات الاتش دي، انما موديلات الاس اس دي القديمه هي اللي بتلعب فيها. والان في ام اي صعب جدا ان هم يعدلوا في الهيلث بتاعته، فعشان كده انا ما بحبش الهاردات الاستيراد. انت ممكن وانت بتشتري اللاب ما تاخدش معاه الهارد والتاجر هيخصم لك سعر، وانت تروح بقى تشتري واحد جديد احسن له، ولكن هيبقى غالي شويتين لان اسعار الهاردات رفعت بشكل مبالغ فيه هي والرامات. وهتلاقي اخر حاجه في الدار مكان لتركيب رامتين. نيجي بقى للشاشه. الشاشتين بتوع الجهاز بيكونوا بمقاس 17.3 بوصه، وكانت الوان شاشه الدل احسن بكتير جدا. هتقول لي يا احمد انت مش لسه قايل لنا ان شاشات الاتش بي رقم واحد؟ انا بتكلم بشكل عام، لكن عشان اصدار الدل ده احدث فالمواصفات فيه احسن، فكانت الالوان فيه زاهيه واحسن من لاب اتش بي. نيجي بقى نتكلم عن المنافذ في لاب الدل على الجنب اليمين هنلاقي في مكان للوك. عارف انت لما تيجي تخش مثلا بيتك بتلاقيهم ان هم حاطين قفل على اللاب عشان ما حدش يسرقه، هو ده بقى فايده المنفذ ده. وهنلاقي عندنا 3 منافذ يو اس بي 3 ومنفذ 3.5 مللي بيشغل سماعه ومايك، وكمان مكان للكارت الميموري. والناحيه الشمال هتلاقي فيه منفذ ثاندر بولت، ده منفذ شكله بيكون زي التايب سي ولكن بيكون اسرع، فتقدر تستخدمه في نقل الملفات. وانا لما ركبت فيه فلاش تايب سي لقيت ان سرعته وصلت 360 ميجا، وانا بصراحه انبسطت
بالسرعه دي جدا. ونفس المنفذ ده تقدر تشغل عليه شاشه خارجيه زي لابتوبات الماك بالظبط، بيشتغل عليه شاشات خارجيه عن طريق منفذ الثاندر بولت اللي فيه. وعندي بعد كده منفذ HDMI ومنفذ ميني ديسبلاي بورد، وده برده عشان لو حبيت تشغل عليهم شاشات خارجيه او بروجيكتور مثلا. وهنلاقي منفذ اخير USB 3. وعندنا منفذ الكارت الذكي، ده ببساطه لو الشركه بتاعتك مدياك ID بيخلوك تدخل الاي دي في الفتحه دي ويسجل دخولك على الجهاز ويفتح لك السيستم، ده زي البصمه بتاعتك يعني وصلت امتى الشغل واشتغلت امتى. اما بقى الدار هنلاقي منفذ الباور كونكتور بتاع الشاحن ومنفذ سلك الانترنت، وهتلاقي فتحتين تهويه للمراوح. نيجي بقى لمنافذ جهاز HP. على الجنب اليمين هنلاقي منفذ فيجا، وده منفذ بيكون قديم جدا بيخرج صوره اي شاشه قديمه. وهنلاقي بعد كده مكان لمشغل السيديهات، وانا بصراحه ما اعتقدش ان في حد لسه بيستخدم اسطوانات، ده حتى اللاب الدل من 2016 شالوا فيه المنفذ ده. وعندي بعد كده منفذين USB 3 ومنفذ 3.5 مللي للمايك والسماعه ومكان للكارت الميموري. اما الجنب الشمال هنلاقي فيه مكان اللوك، وهنلاقي منفذ بطيء USB 2 ومنفذ ديسبلاي بورد، ده كويس جدا بدل ال HDMI لانه بيكون احدث. وعندي برضو الميني ديسبلاي بورد نفس الكلام عشان تخرج صوره شاشه ثانيه، ومنفذ USB 3 سريع. والمنفذ اللي بعده الكارت الذكي. وعندي المنفذ المربع ده اللي اسمه اكسبريس كارد، ده منفذ بيبقى موجود في اللابات القديمه، هو وظيفته انه بيخليك تضيف كروت اضافيه عشان تزود امكانيات اللاب. الكروت دي مثلا زي منافذ USB زياده. نيجي بقى نتكلم عن الخامات. بصراحه الساشيه بتاع لاب HP بيكون معدن وشكله جامد جدا، والكيبورد بيكون فيه باك لايت باللون الابيض. اما جهاز الدل شكله كلاسيك وبيكون مصنوع من البلاستيك، فهي HP دايما بتبدع في الشكل. ولو جينا بقى نشوف السماعتين بتوع اللابين ممتازين جدا وصوتهم عالي ونقي، فتعالوا بينا نسمع الصوت كده. عزيزي المشاهد، هذه التجربة أخذت مني فلوسا كثيرة، فبرجاء اللايك والاشتراك وهيا بنا نلعبها. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش بقى على أهم نقطة في الفيديو ده كله، العيوب. مبدئيا اسوأ حاجه تلاقيها في لابات الاستيراد او الورك ستيشن في البطاريه. انت اصلا مشتري اللاب عشان تتنقل بيه، فتخيل البطاريه معاك ما تكملش غير ساعه. فدايما بطاريات الاستيراد بتكون مهلوكه. انا عندي البطاريه في لاب الاتش بي بتكون 83 واط ومكتوب ان هي 5224 ملي امبير، وبصراحه اللاب ده بيقعد معايا ساعتين استخدام، بس الاستخدام الخفيف مش التقيل. اما لاب الدل بيقعد وقت اقل، بيقعد ساعه ونص بس استخدام. هتقولي طب ليه فرق الوقت ده؟ لاب الدل البطاريه جايه فيه 72 واط، واللاب ده بينزل بنوعين من البطاريه، واحده 72 واط واللي هي اللي معايا دلوقتي، والثانيه بتكون 91 واط. طب تعرف الكلام ده منين؟ برضه اسال شات جي بي تي، اكتب له موديل اللاب والمعالج وكارت الشاشه عشان يبحث لك بشكل ادق، وهو هيقول لك اللاب ده بينزل بموديل انهي بطاريه. البطاريات اللي ممكن تقعد معاك كويس شويه احسن اللي هي اللابات اللي المعالجات فيها عيوب، ممكن توصل معاك ل4 ساعات وبيتقال عليها لابات بيزنس، ولكن انا هتكلم عن الموضوع ده في فيديو تاني. ودي لابات بتبقى مخصصه للمدرسين اللي بيشتغلوا وورد واكسل، وبتبقى رفيعه جدا وسهل انك تتنقل بيها. ومعلومه على الماشي، هتلاقي لابات استيراد اسمها ديل لاتيتيود، ودي بتكون لابات من غير كارت شاشه خارجي، يعني بتعتمد على الكارت الداخلي بتاع المعالج. فعود نفسك اول ما تسمع كلمه لاتيتيود يعني لاب من غير كارت شاشه خارجي. وعامه التجار ما بتدكش ضمان على البطاريه لان هم عارفين ان كل البطاريات دي مهلوكه. والشاحن اللي جاي مع لاب اتش بي بيكون 230 واط. الشاحن ده كان باظ معايا قبل كده ورحت اشتريت شاحن كوبي، دفعت فيه 1200 جنيه وكان ضمانه 3 شهور. الشاحن باظ بعد ال3 شهور على طول. رحت كلمت الراجل تاني قلت له الشاحن باظ بعد 3 شهور، قال لي خلاص هديك واحد تاني ولكن بالسعر بتاعه، واللي هو كان 800 جنيه. فانا بصراحه كنت محتاج اللاب جدا واشتريت شاحن تاني كوبي، وبعدين رحت صلحت الشاحن القديم بتاعي بحوالي 600 جنيه. فما تفرطش في الشاحن اللي جاي مع اللاب. وفي وقتنا الحالي سعر الشاحن الاصلي الاستيراد عامل 1200 جنيه، بس طبعا بيكون شاحن مستعمل مش جديد. اما لاب الدل الشاحن اللي جاي معاه 240 واط، وده برضو الشاحن الاصلي. تاني اسوأ حاجه في لابات الاستيراد ان انت ممكن تشوف الجهاز شكله حلو قوي من بره، ما فيهوش خبطات كتير او خرابيش كتير، بس ممكن مثلا تلاقي الشاشه بتاعته متغيره لشاشه كوبي، او البورده من جوه متبهدله صيانه، فتاخد الجهاز تشتغل بيه فتره صغيره ويقطع منك، يعني ما يشتغلش تاني. فما تنخدعش من نظافه الجهاز الخارجي وتلاقيه محطوط في ستريتش. تالت اسوأ حاجه في الاستيراد الوزن. انت جايب جهاز عشان تنقل بيه، فانت حرفيا هتشيل دبابه فوق ظهرك، ولو انت بنت هيتقطع نفسك، لانه طبعا بتركب له هاردين وثلاثه وبتركب له 4 رامات وكمان الشاشه كبيره. ده وزن الشاحن بتاع الاتش بي بس كيلو 350 جرام، اما وزن اللاب 3 كيلو 700 جرام، يعني حوالي 5 كيلو. فتخيل شايل 5 كيلو على ظهرك. اما جهاز الدل الشاحن بتاعه 950 جرام ووزن اللاب 3 كيلو 550 جرام، يعني التوتال 4.5 كيلو. انا كنت بكره حياتي لما كنت بنزل اللاب ده الجامعه، حرفيا صحتي راحت في الجامعه. وعيب رابع ان انا عندي جهاز الاتش بي القديم ده صوت المروحه فيه عالي جدا، فانا لو جيت اشغل اي متصفح او اي حاجه صوت المروحه بيعلى جدا.
وده عيب اتش بي في الموديلات القديمه. وكمان الجزئيه دي بيبقى فيها حراره عاليه لدرجه ان انت ممكن تتلسع، وهو ما فيهوش غير مروحه واحده بتبرد الجهاز كله. انما جهاز الديل الاحدث فيه مروحتين وكان تبريده احسن شويه. ممكن لو جبت موديل اتش بي احدث زي الجي 3 او الجي 4 يكون السخونيه اقل والتبريد احسن بكتير. انا بشتري جهاز يمكن عدى عليه 10 سنين، فهي مواصفاته قديمه جدا. ولو فكرت تجيب استيراد موديل حديث هتلاقي اسعاره فلكيه، ويمكن كمان يعدي الاجهزه الجديده اللي موجوده هنا. فانت بتجيب جهاز استيراد عشان تمشي حالك، مش عشان هو قيمه مقابل سعر. فجهاز الديل ده اشتريته 13000 جنيه، وانا اشتريته من شخص كان شاريه من مول البستان، وكان ساعتها اللاب ده في المول ب 15000 جنيه، يعني وفرت 2000 جنيه. والناس اللي بتشتري اجهزه استيراد معديه ل 20000 جنيه انت بترمي فلوسك في الارض، لان انت لو زودت شويه كمان قربت من سعر الجديد، وهتاخد امكانيات احسن بكتير، وعلى الاقل هتبقى ضامنه ان ما اتعملش فيه صيانه قبل كده. طب انت لو سالتني ليه الاجهزه الجديده احسن؟ عشان معظم الاجهزه الاستيراد المعالجات بتاعتها تعبانه، لان معظم المعالجات تحت الجيل ال 12 بتكون 4 كور بس، زي الاي 7 11 370 اتش، وهتلاقي منه اصدار 8 كور زي الاي 7 11 800 اتش. ولكن انت لو لقيت بروسيسور زي ده في لاب استيراد هيكون سعره فلكي. فمعظم المعالجات في الاستيراد كحيانه. طب هتقول لي الاجهزه الاستيراد دي بتدعم ويندوز 11؟ هو جهاز الديل الاي 7 جيل سادس ما بيدعموش، ولكن الويندوز هينزل طبيعي جدا. لكن لقيت كميه اخطاء وشاشات زرقاء لما حملت الويندوز عشان امكانيات الجهاز مش بتدعم الويندوز ده. ويندوز 11 بينزل بدايه الجيل الثامن في المعالجات. وننتقل بقى لنقطه ثانيه في لابات الاستيراد، الموديل الواحد بينزل باكتر من مواصفات. يعني نفس اللاب اهو بريزيشن 7710 بس جاي بمعالج اقل في الاداء 5%، واللي هو جيل سادس 820 اتش كيو، انما في اللاب عندي جيل سادس 920 اتش كيو. وكارت الشاشه هنا مختلف اي ام دي فاير برو، وبصراحه كارت الشاشه ده تعبان. فانا لو قارنت كارتين الشاشه دول ببعض هلاقي ان الام 4000 ام اعلى من اداء الكارت الثاني ب 177%. فتخيل نفس اللاب ب 13000 انا جبت لاب احسن منه بكتير بنفس السعر، وهما الاثنين نفس اسم الموديل. فركز عشان ما يتنصبش عليك وتجيب امكانيات عبيطه. فطالما انت قررت تجيب جهاز استيراد يبقى انت تعبان في كل جنيه، وما معكش انك تجيب جديد، بتجيب حاجه تمشي بيها حالك. فلازم تتعب وتدور على افضل مواصفات عشان تجيب احسن حاجه. وهتلاقي برضو موديل ال 7710 بيجي بمواصفات تانية. طب تعرف الكلام ده منين ان الموديل ده بينزل بكذا مواصفات؟ انا لو كتبت اسم الموديل في جوجل وبعدين دخلت على الموقع الرسمي لديل هيفتح لي البي دي اف ده، كاتب لي هنا نوع المعالجات اللي بتنزل في الموديل ده، سواء معالجات انتل او معالجات زيون. والثلاث معالجات زيون دول بيكونوا اعلى من الاي 7 اللي معايا. وبرضو نفس الموديل بينزل بكذا نوع كارت شاشه ومكتوبين برضو في البي دي اف. طب حاجه مهمه، انا لو جبت موديل اعلى زي 7720 هل هيكون احسن؟ عندي موديل اهو 7720 جاي بكارت شاشه ام 1200، وده كارت شاشه اقل بكتير من اللي معايا. فانت ما تقارنش اسم الموديل، قارن بمواصفات الموديل، لان الموديل بينزل باكتر من مواصفات. ونختم الفيديو بنصيحه لوجه الله، لما تيجي تنزل تشتري لاب استيراد انزل دور في كذا مكان، سواء مول البستان او سوق العصر في مصر الجديده، او تروح ميدان سفينكس في مهندسين هتلاقي مولات كتير هناك، او انك تروح مول اي زون عند سراج مول في مدينه نصر. فما تشتريش من اول تاجر يقابلك عشان هتندم ندم شديد. وبتمنى كل المعلومات اللي في الفيديو ده يكون في ميزان حسنات والدي. وانتظرونا في الفيديوهات الجايه ازاي تكشف عن اللاب قبل ما تشتريه.